شوف 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 يا حبيبي شوف، طلع فيا اسمعني اسمعني. النهارده احنا جايين نتكلم مع الناس المغنيين المبتدئين او اللي حابين يعرفوا هم بيعرفوا يغنوا ولا لا. تعالى هقولك على شوية خطوات هنمشي فيها مع بعض، ومنها تقدر تقيم نفسك ومستواك في الغنى، ومش بعيد كمان توصل وتبقى انت المغني الجديد. اول خطوة لازم نشوف عشان تبقى مغني انت ايه الحاجات اللي انت هتحتاجها. اول حاجة هتحتاج ان انت تستعد كده استعداد نفسي وتبقى هادي وكويس ومية مية. تاني حاجة موضوع النفس. موضوع النفس طبعا ان انت تنفس صح حاجة تقدر تتعلمها من مدربين الصوت المشهورين او هكذا. انا مش طبعا اللي هعلمك الموضوع ده. تالت خطوة بعد كده هي ان انت تقدر تعرف الاغنية بتتكون من ايه. الاغنية بتتكون من نغمات صوتية وبتتكون من كلمات. ادائك للنغمات طبعا بيعتمد على ان انت تتعلمها، وادائك للكلمات برضه بيعتمد على ان انت تحفظ الكلمات. طب انا مش جاي اقول لك كل الكلام ده، هات موبايلك بقى وتعالى معايا. هننزل على الموبايل ابلكيشن سينج من سميول. الابلكيشن ده اول ما هتنزله عندك وتعمل فيه اكونت، هو بص حاجه زي الفيسبوك او السوشيال ميديا كده بس خاص بالاغاني. اول ما بتنزل ابلكيشن بيبقى قدامك اغنيه واحده بس هي اللي فري. هتنزل اغنيه طبعا اللي انت تناسبك او كده او انت حابب ان انت تتمرن عليها. طبعا كل الاغاني بصراحه موجوده فيه يعني الاغلبيه موجوده فيه عربي واجنبي وهكذا. لو انت حابب تنزل اكتر من اغنيه طبعا هيبقى حاجات بريميوم وكده ملناش دعوه. المهم بعد ما انت نزلت الاغنيه بتاعتك هتضغط عليها وتختار الاوبشن اللي هو سينج عشان تغني الاغنيه. هيظهر قدامك للاغنيه حاجتين. اول ما الاغنيه بتبتدي بيظهر قدامك الكلمات بتاعت الاغنيه بتتحرك، وبيظهر كمان معاك العلامه بتاعت النوتات الموسيقيه او النغمات اللي انت هتغنيها. هتبدا ان انت هتحط اول حاجه الهاند فري في ودنك وتبدا تغني في المايك بتاع الموبايل الاغنيه. طبعا انت بتبقى عارف لو انت ماشي على النوتات ولا انت بعدت عنها، بتبقى عارف عن طريق الابليكيشن. اما بالنسبه للكلمات برضو انت بتتابع وبتحاول تظبط ده مع الايقاع. بعد ما بتخلص بيديك اوبشنز كانها موجوده في استوديو صوت ان انت تحاول توضح افضل اداء ليك في الاغنيه. بعد ما انت عملت الكلام ده كله الاغنيه بتاعتك هتطلع هتقدر تسمعها. ملحوظه اثناء تسجيل اغنيه انت قدامك اتنين اوبشن. ممكن تسجل اغنيه صوت بس، ممكن تسجلها صوت وصوره عشان لو سيادتك حابب تعمل لنفسك فيديو كليب او كده. بعد ما انت عملت الحاجات دي كلها هتضغط بابلش، فالاغنيه هتنزل للناس. الناس هتقدر تتابعك وتقيمك وتقول لك على الملاحظات، وكمان انت هتقدر تقيم نفسك. مش هقول لك ان دي افضل حاجه عشان تختبر نفسك في الغنى، لكن دي حاجه هتوضح لك موقفك بشكل كبير جدا وتعرفك انت تنفع تغني ولا انت زي حالاتي كده مالكش في الموضوع ده. كمان في اوبشن جميل موجود في الابليكيشن، لو انت بقى حابب ان انت تغني دويتو بقى او تراي او كده، هتقدر ان انت برضو تختار الاوبشن ده وتغني انت وحد مثلا من صحابك اتنين او تلاتة. ممكن برضو تغني مع ناس ما تعرفهاش، وهتعملوا برضو اغاني جميلة جدا موجودين على الابليكيشن. بعد ما انت عملت الكلام ده كله طبعا انا مش هوصيك ان انت تسجل لنفسك اغنية دلوقتي وتبعتها لنا على الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك، واحنا ان شاء الله هنشير لكم كل الاغاني بتاعتكم عشان مين عارف بقى نعرف المطربين اللي معانا وكده. ما تنساش ان انت تعمل لايك وشير وتشوف فيديوهاتنا اللي فاتت من الضغط على علامة الاي الموجودة فوق. هيظهر قدامك لوجو كبير قوي للقناة، اضغط عليه عشان تعمل سبسكرايب.